السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي، مرحبا بكم في القناة. أنتم غتسمعوا ابتسام بطمة شنو وقع ليها بسبب المشاكل ديال السجن ديال أختي ديالها دنيا. وفي الصراحة شنو نقول لكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بحال هاد المشاكل هادو يعني كيأثروا على الإنسان، وقدر يخسر شي حاجة في حياته أو في صحته. أنتم غتسمعوا ابتسام شنو وقع ليها بالضبط مورا السجن ديال الأخت ديالها دنيا، اللي بصراحة كانت صدمة ليهم اللي ما كانش متوقع نهائيا. مازال ابتسام يعني كانوا يعني كانت هي ما جلساش واحد المدة اللي زعما بحال دنيا نيسان هوات. يعني جلسات تقريبا 4 سنين وهي غتدخل الحبس. كل مرات كيسمعوها الناس الهضره غتدخلي الحبس وغادي غادي تمشي تعاقبي وغادي ديري وغاديري. اختها لا، ابتسام يعني مباشرة دخلت دوزات العقوبة السجنية ديالها، ولكن مورا إلقاء القبض على دنيا داكشي اللي وقع للعائلة ديالهم يعني صعيب بزاف. انتم غتسمعوا ابتسام شنو قالت. ما تنساوش اخوتي تعليقكم بخصوص الموضوع، لايك الفيديو طبعا فضلا وليس امرا. يا احلى متتبعات للقناة، خليكم مع الفيديو حتى الاخير. نتوما عارفين المشاكل اللي كندوز بيها وبزاف د الحوايج، وبالخصوص اي مرة كدوز من شي مرحلة صعيبة في حياتها كيكون عندها واحد السلبيات على الجسم ديالها. المهم شي سلبيات كيقيسوها. مثلا اول حاجة، اقل حاجة هي تساقط الشعر. ما نعاودش لكم انا بهاد العصاب وهاد ستريس شحال طاح ليا شعري. واخا نبقى نهضر حتى الغدا مع الصباح، نتوما فاهمين ونتوما عارفين ونتوما حاسين شنو داز. الله يكون معاها والله يسهل عليكم، بصراحة صعيبة بزاف. الله يطلق صراحة دنيا، وشكرا لكم أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.